في النيابة العامة بنقدم بلاغ في واقعة زنا، الزوج فيها إسلام بيتهم مراته هناء بواقعة زنا. قول لنا يا إسلام، أنت بتتهم مراتك فعلا بواقعة ايوه يا زنا؟ فندم بتهمها. إيه دليلك؟ مقطع فيديو يا فندم. إيه؟ مقطع فيديو. معاك فيديو فيه مراتك وهي في واقعة زنا؟ ايوه يا فندم معايا. مقطع الفيديو ده مدته قد إيه؟ 43 دقيقة يا فندم. 43 دقيقة؟ 43 دقيقة. أنت متأكد إن الفيديو دي مراتك؟ متأكد يا فندم. ايوه مراتك في الفيديو ده يا إسلام؟ مراتي. الكلام ده على بصوت دي أعراض ناس. مراتي يا فندم. ومين اللي معاه في الفيديو؟ معاه حد وصل في الوسط تماما، رئيس لجنة المسابقات. فين؟ إيه؟ واحدة واحدة. مين اللي معاها؟ رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكورة. إيه؟ ومسؤول عن الكورة بالنساء في اتحاد الكورة. انت عارف يا ابني معنى اللي انت بتقوله ده ايه؟ عارف يا فندم. يعني الراجل اللي موجود مع مراتك دوت في الفيديو ده انت عارفه؟ ايوه يا فندم متأكد، رئيس لجنة المسابقات. فضيحة كبرى هزت اتحاد الكرة المصري في الساعات الماضية بعدما اتهم الشاب يدعى إسلام مصطفى أحد المسؤولين البارزين بتهمة الزنا مع زوجته، مؤكدا امتلاكه مقطع فيديو يثبت تلك الواقعة مدته 43 دقيقة. الشاب المصري المذكور تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه زوجته ومسؤول كبير في اتحاد الكرة بتهمة الزنا. قام المحامي أحمد مهران بتقديم بلاغ رسمي وعاجل للنائب العام يتهم فيه زوجة موكله إسلام مصطفى بجريمة زنا مع مسؤول في لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري. وأكد المحامي أحمد مهران أن موكله إسلام مصطفى عبد العزيز مقدم البلاغ يتهم زوجته بجريمة زنا مع مسؤول إداري كبير بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو مسؤول في لجنة المسابقات والمشرف على الكرة النسائية.